بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مع بعض كده في روتين جديد كده في المطبخ، بقالنا فترة ما عملناش روتينات، فقلنا بقى نمسك كده المطبخ نظبط الدنيا ونغسل بقى، نخلي الدنيا زي الفل كده، ونخلي ايه النظافة كده في المكان كله من كل حتة كده زي ما انتوا شايفين. نسمي كده بسم الله زي ما انتوا شايفين بقى يا حبايبي. بدأنا بالبوتاجاز كده، بس اول حاجة بقى حطوا لي لايك للفيديو والكومنت الحلو لأم ملك، واللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك من كلمة اشتراك اللي باللون الأحمر اللي تحت الفيديو، ويفعل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد بنعمله وهنعمله إن شاء الله. زي ما انتوا شايفين بقى كده رشيت، طبعا انتوا عارفين يعني انا ايه، من محبين الباور بصراحة. يعني اكتر حاجة بحبها في التنظيف بوتاجاز، سواء حاجات استانلس او حاجات بلاستيك. في الدهون ما شاء الله جميل جدا جدا، وما بتاخديش وقت، يعني ما بتكمليش 5 دقايق وعلى طول بتبداي تغسلي زي ما انتوا شايفين كده. بجد بيفور اي حاجة على البوتاجاز وعلى الاستانلس، جميل جدا جدا بصراحة. فرشيت كده واستنيت يعني اللي هو 5 دقايق كده، وبدأت ان انا إيه اغسل البوتاجاز كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، بسلكة طبعا تكون نظيفة. السلكة بتاعتك ما تكونش مبلولة، السلكة تكون نظيفة كده. ولو دهون ماسكة قوي، في سلكة اللي هي اللي بتبقى الخشنة قوي ديت، اللي هي قطعة كده على بعضها بتتباع، فممكن ان انت تجيبيها وتعملي بقى لو في دهون جامدة. بس انا بعمل كده بالسكينة طبعا، علشان من عند البرواز بتاع الازاز ده كده، في بيبقى فيه خطوط رفيعة جدا جدا، فالسلكة ما بتطولش الدهون اللي بتبقى فيها والرواسب اللي بتبقى فيه، فاهمني؟ فعلى طول بقى بقوم جايبه السكينه كده، واقوم إيه عاملاها على طول بالحرف السكينه كده بتطلع معايا. انا بقى لازم كده، يعني كل دخلة شتا كده يعني بالنسبه لي زي العيد بالظبط. موسم الشتاء ده بالنسبة لي زي العيد بالظبط، لازم المطبخ كله والبوتاجاز وكل حاجة وتحت السراير والهدوم وكل حاجة بصراحة برتبها. ده غير يعني ما احنا على طول بنرتب طبعا، مش أعياد يعني أو دخول الشتاء أو الكلام ده كله، لأ. بصراحة بحب ان انا يعني في دخول الشتاء كده بتبقى تنظيفة جامدة زيها زي العيد بالظبط والكلام ده كله، لان بعد كده بتبقى الدنيا ساقعة، بتبقى بردانة في حاجات تنظيفها بيبقى عميق شوية، فمش بتقدري ان انت تعمليها في الشتاء. بتكوني منضفاها من قبلها، حاجة فيها دهون، هدوم عايزة تتظبط، دولاب عاوز ينزل ويتعاد من اول وجديد، مش عارفة ايه الكلام ده. تنظيف تحت السراير، تنظيف الحاجات بتاعت المطبخ، التوابل، الصفايات، الرشاقات، الحاجات دي كلها بتبقى محتاجة تنظيف عميق كده. بس في الساعة طبعا بنبقى سقعانين مش قادرين اصلا ان احنا نقوم نجيب لنفسنا حاجة. فانا دايما في دخول الشتاء كده ببدأ ان انا كل الحاجات اللي بتبقى محتاجة روتين جامد وغسيل جامد فيها دايما بعملها قبل دخول الشتاء. زي ما انتوا شايفين كده بمسك البوتاجاز كله، انا طبعا عاملاه قبل كده كله، وغسله تحته البلاط وحواليه السيراميك والازاز والجناب وكل حاجه. فدي كانت تنظيفه خفيفه كده تمام. انما انا عاملاه كله من كل الجوانب ومخلياه زي المرايه. تمام يا حبايبي. في كمان الصفايه كان بقالي فتره بصراحه ما غسلتهاش ومكسله عنها، يعني زي اي ست بيت لما بتكسل عن حاجه كده وتقول شويه وهعملها شويه وهنضفها، وكسلت عنها. بس قلت خلاص بقى لازم ان انا ايه، قبل دخول الشتاء كده زي ما قلت لكم بمسك الحاجه بتاعتي بنضفها وبشيلها بقى. الميه بتبقى عامله فيها رواسب من تحت، فبشيلها وافكها زي ما انتوا شايفين كده. وكمان نزلت معايا التوابل بالمره، علب التوابل البلاستيك بالرف بتاعهم الحامل بتاعهم، ونزلته برضو كله وبدأت ان انا رشيت عليه واغسله. بصراحة برضو الباور بصراحة بيشيل الدهون بطريقة رهيبة من على علب التوابل والكلام ده. بس طبعا لو علب اللي هي الصيني او الحاجات ديت لا طبعا ما تنفعش، انا برشه بس على العلب البلاستيك لانه مش هيبوظ فيهم حاجة. تمام يا حبايبي. خلصتهم بقى كده غسيل، وغسلت كمان الحوض. عايزه اقول لكم على حاجه، الحته الغامقه اللي انتوا شايفينها في الستانلس دي كده قدام الرف ده كده،
دي من الهربك بتاع الحمامات. اوعوا ان هو تحطوه على حاجه ستانلس، فاهمني؟ بيبوظ الدنيا جدا جدا. هو يا دوب عايز سيراميك. انا كنت حاطه الكيس كده، كنت جايبه سايب وحاطه الكيس على الحوض، وبصيت لقيت الحته اللي نزل فيها اغمقت كده بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، وما رضيتش تنضف نهائي. زي ما انتوا شايفين بقى كده يا حبايبي، خلصنا بقى كده، خلصت الحاجة، التوابل والصفاية والبوتاجاز وكل حاجة، وهندخل بقى مع بعض على الغدا. بس طبعا تحطوا لي بقى الكومنت الحلو ولايك كتير للفيديو. هتعملي ايه يا ام ملك النهارده بالبصل ده كله؟ هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه يا قمر. نعمل غدا بسيط كده مع بعض. هنجيب بقى شوية بصل كده زي ما انتوا شايفين، يعني حوالي 4 بصلات كده ومقطعينهم كده، ونفرمهم كويس جدا في الكبة. ومعايا كمان شوية فلفل الوان، ومعايا شطة حراقة، طبعا دي اختياري، لو مش حابة تحطيها خلاص مفيش مشكلة. تمام يا قمر. نفرم بقى كويس كده البصل زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. اهم حاجة البصل يكون معاكي ناعم تماما، ومش هتاخديه بالمية بتاعته، لا هتصفيه كويس. وهنجيب ايه دلوقتي يا ملوكة؟ هنجيب بقى اللحمة بتاعتنا. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، وهبدأ ان انا نعصر بقى البصل كويس جدا جدا، طبعا ما نحطهوش بالميه بتاعته. تمام. هتعملي ايه يا ملوكه؟ هنعمل النهارده يا حبايبي شويه حواوشي كده مع بعض. وهكمل بقى باقي البصل بالشكل ده، وهضيف شويه الفلفل الالوان، وكمان هنحط بقى كام قرن شطه كده علشان يبقى سبايسي كده ويبقى طعمه جميل. تمام. طبعا اختياري، لو مش حابين الشطة دي تمام ممكن تستبدليها بفلفل، ولو مفيش فلفل الوان خلاص مفيش مشكلة ما تحطهوش. تمام. انا عشان عندي ومفرزاه في التلاجة، فانا طلعت شوية كده احطهم مع الحواوشي بتاعي النهاردة. خلصت بقى كده باقي فرم البصل وعصرته كويس. وكمان معلش بقى انا هقول لكم على التوابل اللي انا حطيتها، لان بجد المقطع ده ما تصورش وانا مفكره ان الكاميرا كانت شغاله. انا حطيت يا حبايبي ملح وفلفل اسمر وشويه بابريكا وشويه كزبره ناشفه، وكمون. وحطيت كمان توابل حواوشي وشويه من السبع بهارات. تمام يا حبايبي. دي التوابل اللي انا حطيتها للحواوشي بتاعنا النهارده. وكمان لو عندك حتة ليا او دهن او اي حاجة ممكن تحطيها مع اللحمة، بس انا بصراحة استبدلتها بمعلقة سمنة. معلقة سمنة مع كل التوابل اللي انا قلت لكم عليها دي، ونزلت على طول على اللحمة بقى بايديا، عجنتها عجنة تمام كده. وده زي ما شفتوا كده بقى يا حبايبي، ده العيش البلدي اللي هو ابو ردة. انا مدخله الرغيف جوه بعضه كده زي ما شفتوا، هو بيبقى رغيف مفرود، وانا بدخله جوه بعضيه كده زي ما شفتوا ووريتكم دلوقتي. فمعلش انا اسفه بجد على ان التوابل ما اتصورتش وانا بحطها. المقطع ده ما لقيتهوش بصراحه موجود، الكاميرا كانت واقفه. تمام يا حبايبي. بس انا قلت لكم على التوابل. وجبت بقى الصينيه بتاعتي كده بالشكل ده، وجبت العيش بتاعي وبدات عملت اللحمه. طبعا بتحط شويه زيت حلوين كده في الصينيه، لان انا بمسك الرغيف بدهنه الوش والظهر كده من نفس الزيت اللي محطوط في قلب الصينيه. طبعا في الوقت ده بكون مشغله الفرن يسخن، وببدا ان انا احط الصاج بتاعي في الفرن علشان التسويه، علشان اسويه. تمام. واللي مفيش فرن بقى يا ام ملك، طبعا ممكن تسويه في الطاسه على البوتاجاز، وهيبقى زي الفل طبعا، وهيطلع ما شاء الله من ايديكي زي السكر. تمام يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين بقى كده الحواوشي بدأ يحمر معانا من تحت كده. انا بشغله من تحت بس مش بشغل الشوايه. والرغيف ما شاء الله بيتحمر كده وبيستوي زي ما انتوا شايفين كده. وببدأ ان انا اقلبه على الجنب التاني بالشكل ده كده. حط لي بقى لايك للفيديو يا قمر، انا بفكركم باللايك اهو كل شويه، والكومنت الحلو كده لام ملك. طبعا بقى اهم حاجه تقوموا بقى زي ما قلت لكم كده، علشان دخلت الشتا دي، يعني اللي مكسله عن حاجه بقى يلا نشجع كده مع بعض ونقوم ننظف كل حاجه زي ايه، زي ما انا عملت كده. زي ما انتوا شايفين بقى كده يا حبايبي. تعالوا بقى اقول لكم بجد على تكه جميله جدا جدا هتخليلك
الحواوشي بتاعك ده زي الفل وطعمه يجنن. انا شلت بقى كل الحواوشي بعد ما استوى، حطيته في الحله، وكنت مولعه فحمايه وحطيتها كده في طبق، ونزلت على طول بشويه زيت، وعلى طول بسرعه يا ام ملك بقى احبسي البخار اللي طالع ده، الدخان، الريحه الجميله دي. بجد بجد جربي تعمليه بالفحمايه كده زي ما انا عملت، وهتشوفيه طعمه عامل ازاي. بجد كأنك مسوياه على الفحم مباشرة. زي ما انتوا شايفين بقى كده انا خلصت الحواوشي، حطيته كده في طبقين زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك ما شاء الله، جميل جدا جدا، بالهنا والشفا للي ياكل. وكمان عملت سلطة معايا زي ما انتوا شايفين كده، بس دي بولة كده انا حطيت فيها سلطة وعليها مية للي بيعوز يشرب مية السلطة وكده جنب الحواوشي. وكمان خيار مخلل، وكمان كنت عاملة طحينة ومزينة وشها كده بشوية بابريكا، وكمان عاملة سلطة خضرة دي معلهاش مية وخضار وكده. وده يا حبايب قلبي كان غدانا النهاردة، وده كان الروتين بتاعنا النهاردة. حط لي بقى لايك للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. واهم حاجة الكومنت الحلو لأم ملك، ما تنسونيش في الكومنت وفي اللايك للفيديو. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامة.